في موضوع كده الناس بحالها اليومين دول بيتكلم فيه، وأمهات مصر الأغلبية العظمى بيتكلموا فيه، على إن التعليم والتقييمات اللي أطفالنا بيمروا بيها اليومين دول، وضغط نفسي على الطفل، والطفل يقوم من بدري وكل يوم واجب وتقييمات وامتحانات. فحد وكذا أم كلمتني إن أتكلم في الموضوع ده، فأنا هحكي نبذة مختصرة، واللي عنده أي تعليق أو أي رد يا ريت يرد عليها في التعليقات. اللي بيحصل في التعليم مش تطوير، ده تعجيد وتدمير لبراءة أولادنا. المناهج بقت فوق قدرات الأطفال، والحمل بقى فوق طاقة الأسر والمعلمين الاتنين معا. النتيجة بقت توتر وبكاء وأذى نفسي لينا وليهم. كفاية ضغط، كفاية تجارب فاشلة على حساب أولادنا، كفاية ضغط وكفاية تجارب فاشلة على حساب أولادنا. احنا مش ضد التطوير، لكن التطوير الحقيقي لازم يراعي السن والعدل، مش سباق درجات ولا امتحانات مستحيلة. يا وزير التربية والتعليم المصرية، دي رسالة بوجهها لك. أولادنا بقوا تايهين ما بين التقييمات والواجبات والمشروعات، ومفيش وقت لا للمذاكرة ولا للفهم. أطفالنا بقوا فتوها ما بين التقييمات واللي مش عارفين يذاكروا. كل يوم تقييم في مادة وواجبات ما بتخلصش، والنتيجة إن الولاد متوترين جدا، والأهالي كمان متوترين. إحنا مش ضد التقييم ولا ضد المتابعة، بس لازم يكون في توازن بجد وعدل. الهدف من التعليم إن الطالب يفهم ويتعلم، مش يفضل طول الوقت بيجري ورا واجب أو تقييم جديد. بجد الأطفال بقت تايهة. الرسالة الأخيرة اللي أنا عاوز أوجهها لوزارة التربية والتعليم: عيدوا النظر في كم التقييمات والواجبات اليومية بتاعت الطفل. إلى أطفال تاهت ما بين إنهم مش عارفين يكتبوا واجبات والمذاكرة وبناموا بدري، ويدوا فرصة للطلبة يراعوا ويتنفسوا شوية. دي الرسالة اللي أنا حبيت أوجهها لوزارة التربية والتعليم. الأطفال بقوا تعبانين وبقوا تايهين جدا، مش عارفين يعملوا إيه. كل يوم تقييمات وكل يوم واجبات. إحنا مفروض نفهمهم إن هم يذاكروا إزاي، مش ضغط نفسي على الطفل. الطفل فعلا بقى عنده ضغط نفسي، وبيحلم ويقوم ويحلم ويصحى من النوم على التقييمات. احنا عاوزين نحببه في التعليم ونحببه في المذاكرة، ونخليه هو يذاكر بإرادته، مش هو يروح المدرسة عشان التقييم وعشان خاطر الواجبات. دي رسالة حبيت أوجهها، ويا ريت لو حد عنده أي رأي أو أي تعليق يسيبهولي برضه وأنا هرد عليه. أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة.